لو مرة لدغتك حية ما تضيعش وقتك في انك تجري وراها تمسكها علشان تسألها هي ليه عملت فيك كده، او تقعد تبرر لها انك ما تستاهلش اللي عملته فيك. لا، الاولى انك تجري على المستشفى عشان تعالج نفسك وتشوف مصل للسم بتاعها اللي دخل جواك. ولو عايز تعرف السبب انا اقول لك يا صاحبي، السبب الاولاني انك امنت انك تعيش في وسط الحيات من غير ما تاخد بالك وسلمت لهم ايدك، فعشان كده عملت فيك كده الحية. وخليك عارف ان الحية من طبعها اللدع، فاحرص لو هتعاشر الافاعي خد بالك، علشان ده طبعهم ما بيتغيرش، والعيب فيك انت، سواء كنت تعرف انها حية او ما كنتش تعرف. لو تعرف يبقى العيب عليك انك ما خدتش حذرك من لدعتها، ولو ما كنتش تعرف برضو عيب عليك انك عاشرت الحية ومفكرها ملاك. لو عجبك كلامي اسمعه تاني وفكر فيه. سلام.